السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنىكم تكونوا بألف خير وبصحة جيدة يا رب. مرحبا بكم في قناتكم مع أم نورة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم العسل المنزلي اللي ناجح 100%. كما تعرفوا خواتاتي، في هذا الشهر الفضيل يدخلوا علينا بالصحيحة والهنا نحتاجوا المعسلات بزاف. هادشي علاش خصنا نصايبوا العسل وتكون ناجحة 100% باش ما تخسرناش المعسلات ديالنا. إلا كانت العسل ما ناجحاش نعسلو بها الشباكية، من بعد أترجع بحال اللي درت عليها سكر كلاصي، أترجع بيضة من الفوق وأتخسر، ما تبقى فيها لا مذاق لا والو، ما تجيش زوينة للماكلة نهائيا. هادشي علاش غادي نعطيكم هاد الطريقة هادي مضبوطة وناجحة 100%. يتبعوا الطريقة كما هي وغادي تنجح لكم إن شاء الله، وغادي تشكروني عليها. يلا بقاو معايا نتعرفوا على المكونات وفرجة ممتعة. بسم الله، نبداو على بركة الله. نحتاج خلط السكر الوزن ديالو 2 كيلو. وبواحد المكون اول مره على اليوتيوب يمكن، هاد اللارنج راه بزاف الناس اغلبيه ما عارفينش هاد اللارنج لاش يصلح. هاد المكون خطير البنات، تيحارب تسممات من الجسم، وخصوص اللي عنده كوليسترول طالع والسكر والطانسيون راه يهبطوا. غادي تجيبوا 2 لارنجات وتعصروهم. غنحتاج 3 العويضات ديال القرفه، راهم صغاري في الكاميرا من حيت مقرباها بانوا كبار. غنحتاج الماء والحامض. هاد الحامضه بقيت نحكها حتى حيت لها القشره ديالها. هاد لارنجه خواتاتي ماشي بحال النافي بالماكله، القشره ديالو غليظه وفيه العظومه بزاف، حتى الماء فيه تبارك الله. العصاره تهرست ليا، نعصريها في الزلافه. هاد الحامضه قطعتها هكا شرائح. والسكر ضروري خصني خواتاتي نهرسو باش دغيا يذوب، والنتيجه هي يعني واخد تخليوه يطول حتى يذوب داك السكر على خاطرو. المهم حنا مزروبين دغيا خصنا نهرسو، نخويو عليه الماء، نديرو على البوطه يذوب صافي، احسن ما خليت تما 3 سوايع ولا بيتو ليله كامله. نهرسو، نخوي عليه الماء، نحطو فوق البوطه صافي. ندير 4 الكيسان ديال الماء نخوي على داك السكر. هذا ما عامرش ولكن يعمره. ديروا 4 الكيسان د الماء نيشان ونص كاس ديال الرنج، ما تكملوش كاس. راه خواتاتي حق الله ما يجي لا مر لا والو، حتى تفطروا به ولا دهنوا به البغرير المسمن، راه غزال في الماكله. حق الله العظيم انا نديرو ولادي حماقوا عليه. انا درت كاس كله ولكن نتوما ديروا غير نص الكاس. انا درت كاس ديال العنبه، انتي صفيتو. ولكن اخواتاتي ديروا بالنصيحه، ما ديروش كاس كامل، ديروا غير نص كاس باش ما يجيكمش من الجهه. كاس درتو جاني زوين، ولكن ما ربنا نتو يجيكم قاصح شويه عليكم ولا شي حاجه، ديروا غير نص كاس. نصح خواتاتي هادشي اللي كاين. ندير الكوكوط على البوطه حتى تغلى، عاد ندير عليها الحامض. غنضيف الحامض ونضيف القرفه، ما غندير حتى شي مكون اخر. داك الحامض العظيمات ديالو حيدتهم باش ما يطلقولناش المروريه في العسل. دابا غادي نقفل الكوكوط. مني خواتاتي تصفر غادي نحسبوا لها 45 دقيقه والبوطه تكون ناقصه. ما تجهدوش البوطه باش ما تحرقلناش العسل. من بعد ما داز 45 دقيقه غادي نحل الكوكوط. هانتو كما تشوفوا العسل تبارك الله عطات اللون، راه طايب العسل.
حتى باش نعرفوا العسل طابت داك الحامض داك القشره ديالو ترجع بحال اللي يابسه واللون ديالها يتغير. هانتو كما تشوفوا جبت هاد الاناء وفرغت فيه داك العسل ونخليه حتى تبرد. دابا غادي ندوزو نصايبو سنيده، العسل سنيده غنحتاج فيها 2 ليمونات ديال العصير وحامضه، ونحتاجو تاني المنسمات شويه ديال النافع وحبه حلاوه غيعطيو واحد المذاق زوين للعسل ديالنا، غير حبيبه تقليل ما نكثروش. ما تعجبنيش العسل فيها داك المنسمات كتار، خصني 2 منسمات ولا واحد مذاق واحد، الله يجعل شي بركه. هادي غادي نطيبها خواتاتي، وخا درتها بالكوكوط ما غاديش نقفل عليها الكوكوط، غنخليها طيب غير هكاك. ما عنديش الطنجره درتها غير هكا في الكوكوط، ولكن ما غاديش نقفل عليها، غادي نخليها طيب عادي. حتى هي خويت عليها 4 الكيسان ديال الماء وكاس ديال العصير الليمون، ضروري خصني نصفيه باش ما يهبطش داك اللب ديالو على سنيده. درت الماء على سنيده، درت الحامض النافع وحبه حلاوه غير شويه الحبيبات ما نكثروش. انت غادي نخلطو بهاد الطريقه. هاد العسل بجوج زوين، انا درت لكم هكا وهكا كما بغيتو ديروا. هذيك الدرجه خواتاتي كما قلت لكم اجي ناقصه الحلاوه، ما تجيش حلوه. مني تاكلها ما تبقاش فيها داك الحلاوه، داك الجهد ديالها بحال يتهرس بداك لانج، ما تبقاش العسل حلوه بزاف. هادشي علاش بغيت نشاركها مع خواتاتي. هي حطيت اخوتي المغطيه، راني ما قفلتش عليها الكوكوط. هانتي انا مره نحركها قدامكم، بغيت نطيبها غير عادي. اللي ما بغاش يدير في الكوكوط ما يديرش. هانتي راه بدا اللون ديالها يتغير شويه، بدات تحمار، راه ما درت فيها حتى شي حاجه، حتى القرفه ما درتهاش. دابا هانتي العسل بدات طيب، غادي ندير عليها المسكه الحره. هذا خواتاتي مني طابت العسل زدت عليها شويه د المسكه مدقوقه مع سنيده وواحد المعلقه د الكليكوز، وإلا ما كانش الكليكوز غادي تعوضو بنص كاس د ما زهر. هانتي درت معلقه كبيره. دابا نخليه يغلي مزيان حتى تذوب داك المسكه وداك الكليكوز وعاد نطفي عليها. هانتي العسل تبارك الله راه طايبه، خلات يدي واحد 5 دقائق هكاك وصافي ونحيدها. انت من بعد ما طابت طفيت عليها، خليتها حتى بردت شويه، عاد صفيتها بهاد زلافه الزاج باش ما تطرطقش، داكشي علاش خليتها بردت. هاد العسل اللي صايبت معاكم بالرنج ها اللون ديالها كيف جا، هانتم كتشوفوا قدامكم تبارك الله. اللون ديالها جا يحمق والمذاق وكلش. ملي ما عارفاش باش مصايبه حتى يجبروا الله راها بلديه. وحتى الحلاوه خوتي قلت لك ما تجيش حلوه، ناقص جهد الحلاوه ما بقاش، واحد المذاق واعر وحق الله العظيم. انا درتها قلت غادي نجربها، جاتني زوينه غادي نحطها لخواتاتي، ما جاتش زوينه راه ما غنحطها لكمش في القناه. وكلشي شكرها اللي داقها عجباتو وبغيت نشاركها معكم، ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم يا ربي. هانتو كما تشوفوا جات معلكه زوينه طلقه الخيط باش هيتكم فيها. وهذه الاخرى اللي صايبت معكم بسنيده حتى هي نفس النتيجه، حتى هي جات زوينه. غادي صايبت بها الشباكيه، انا غادي نشاركها مع خواتاتي. هذه ديال الرج خليتها المير يفطروا بها، يديروا فيها الزبده وياكلوها، ولا يدهنوا بها بغرير ولا المسمن. عشان المذاق ديالها واعر في الصراحه. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش على المهمه ديالكم ببارطاج بابوني وجيم. وشكرا لكم بزاف، والله يحفظكم ليا، خليتكم في رعاية الله وحفظه.